بقول لك ايه، انا محترمه غصب عنك، ومحدش في الدنيا دي يقدر عليا يقول عليا نص كلمه، فاهم ولا لا؟ فاهم؟ انا قلت لكم البت دي هبله محدش صدقني. عندك حق والله يا راجل ده انتوا عيله مجانين. بص الطفل حوالي 9 سنين من عمره، طوله 110 سنتيمتر تقريبا، قمحي اللون نحيف، شعره بني، يوجد كدمات قديمة وحديثة في أنحاء الجسد، يوجد شحم في أنحاء الجسد، يوجد آثار في الجبهة، آثار جيرية في الجبهة. اقلبه. اتفضل يا دكتور. هات لي شاش. من عينيا. اتفضلي. في شك ان حد اعتدى عليه؟ احتمال وارد. ناشف الشاش. حاضر. يوجد آثار هتك عرض. افتحه. حاضر. يوجد بقايا طعام لم تهضم بعد في الأمعاء، نزيف داخلي حاد أدى إلى الوفاة. عايزة عينات من الأحشاء. حاضر. الشاش ده يروح للدكتورة سلمى في المعمل الطبي، عايزة أعرف الDNA بتاع المغتصب. من عينيا يا دكتور. وكل الحاجات دي تروح للمعمل الكيميائي للدكتور حسن بنفسه، تقول الدكتورة عايزة تعرف إذا كان في مادة سامة أو مادة مخدرة. حاضر. هقفل الاول وبعدين ابدور. تفوت عليا في المكتب علشان أديلك الاستمارات تديها لأمين المعامل. تحت امرك يا دكتور. افتحي يا شروق. شروق، ايوه ماما، في ايه؟ قومي افتحي الباب. حاضر. يلا اتحركي. الله، حاضر يا ماما، ما انا قايمه اهو. في ايه؟ الدلع ده. خالو ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ يا ماما، خالو عادل. مش معقول. ايه اخبارك؟ الحمد لله. مش معقول. انتوا اخباركم ايه؟ طمنيني عليك. عادل حبيبي، ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ ازيك؟ وحشتني قوي 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 يا حبيبي. ازيك يا عادل؟ الحمد لله أخباركم يا ولاد؟ تمام. ايه الخطوه العزيزه دي؟ ربنا يخليك. اكيد عايز حاجه، اللي ربى خير من اللي اشترى. قول. لا والله ولا حاجه، بقول لك ايه يا شروق، انزلي اندهيلي معتز من تحت. ولا تنزل ولا تطلع. معتز قاعد جوه بيلعب مع سي احمد بالبتاعه اللي انت جبتها دي. وماله يا ست، ما كل الولاد عندهم بلاي ستيشن، ما تسيبيه. انا هدخل اناديله عن اذنكم. ده ايه اللي خربت لي دماغ الواد هيسقط. وايه اللي فيها دي؟ يسقط ايه؟ خف انت بس عن الواد وهو ربنا يكرمه اخر كرم. طمنيني عليك. الحمد لله. المهم انت قول لي اخبارك ايه؟ بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. انا كويس، انا بس كل اللي يهمني عايز اطمن على معتز عامل ايه. لا يا حبيبي اطمن، بقى زي الفل الحمد لله. يا رب، يعني كان الطبيعي. ازيك يا بابا؟ اهلا يا حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تمام تمام الحمد لله. يا حبيبي. تشرب ايه يا خالو؟ شاي. طيب حاضر. شكرا. خدي دي معاكي. ايه يا ماما، شغالة شغالة يعني مش فاهمة. البت دي ليلة الخير. يا عادل، اهلا. ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. قول لي عامل ايه في المذاكره؟ اهي ماشيه يعني تمام. ماشيه ازاي؟ اذا كانت ماما بتشتكي منك اهو. ليه كده يا ماما؟ انت ما بتصدقي؟ وانت يا ابني بتفتح كتاب دقنا هي لو فلحت. يوبا على قله القيمه. يا اهلا وسهلا، ده ايه النور ده كله؟ اهلا. انا برضو بقول الماليه المنور كده ليه؟ اهلا ازيك يا عادل؟ ازيك؟ يا ده انت بقالك كتير ما جيتلناش. ايه يا عايده؟ انت هتفضلي قاعده ولا ايه؟
قوم اعملي حاجه لعادل ياكلها، حاجه من حاجاتك المخصوص. انت هتوصيني على اخويا؟ ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ لا مفاجأة ولا حاجة، كنت عايز اشوف معتز وانت اكيد هلاقيه عندكم. انا بس كنت عايز اتكلم معاه، يا ريت عم تغير هدومك كده اكون اتكلمت معاه. اه طبعا، ده بيتك. يلا يا احمد عشان خالك يقعد مع معتز براحته. يلا يا بابا. خد الفلوس دي خليها معاك لغاية ما نبتدي الشغل، ها؟ احتياطي يعني. طب ما انزل دلوقتي بدل ما انا قاعد كده. لا انت بالنسبة للشغل ممكن تعدي عليا اقول لك شوية كلام نظري يعني، لكن الشغل شغل تقريبا اصله بيعتمد على السواقة، وانا مش عايزك تحمل على ايدك في الوقت ده. ما انا ممكن اخلي ايمن يسوق لي. ايمن؟ ايمن يا بابا، انت نسيت ولا ايه؟ احنا متفقين. لا ما نسيتش ولا حاجة، بس انا بيتهيألي انت الاول تتدرب، واما تخلص تدريب تجيبه بقى بعد كده عشان نتدرب هو كمان. لا احنا الاتنين يا بلاش. يا اخي انا مش فاهم ايه دماغك دي، حجر صوان؟ خلاص يا سيدي استنى اما صحتك تبقى كويسه ودراعك تبقى تمام، وهات صاحبك ده وانا هخلي نصيف يدربكم. ماشي. قول لي الفلوس اللي انا طايها لك دي انا عايزك تشتري بيها بدل عشان المقابلات، ها؟ ماشي. وادينا يا سيدي مفتاح عربيتك كمان علشان نشوف ايه اللي حصل فيها، خلي السواق يصلحها. امسك، مركونه جنب البيت، خد بالك منها. هاخد بالي من العربيه؟ ما هي متخربشه ومتدشدشه جايه. يا عالباقي اخبار القضيه ايه؟ ولا يهمك، انا هطلعك منها زي الشعره من العجين. انا بس كل اللي يهمني ان انت مش كل حاجه عندك تاخدها دراع، مش كل حاجه بالعافيه، في حاجات بالعقل. احيانا العقل بيبقى احسن من القوه والفتوانه والعصبيه 100 مره. واضح؟ ماشي. يا عايده انت بتعملي ايه يا عايده؟ بحضر لك غدا. غدا ايه؟ بالذمه ده وقت غدا؟ بحضر لك عشاء. ولا وقت عشاء، عشان كده بقى انا فهمت جوزك على طول بيدخل ليه. خدي دول. ايه دول؟ لا اخصى عليك، ما تكسفنيش، ما انت دايما بتديني. ايوه العيال مصاريفها كده، خدي بس. خدي يا حبيبتي خدي. طيب ربنا ما يحرمنيش منك. ايه ده رايح فين؟ مش بقى اخصى عليك، اقعد كل معانا لقمه. مش هينفع. انت بقالك سنه ما دخلتش بيتي. المره الجايه باذن الله. طب ما تتاخرش عليا كده. حاضر يا طب حبيبتي. بقول لك ايه؟ يبقى اعرف ستات عليها القيمه كده شويه بدل اللي يا بسمع عنها. سلام. باي باي. باي يا حبيبي. باي يا مع حبيبتي. السلامة. السلام عليكم. يا ماما قلت لك خبطي قبل ما تدخلي 100 مره قبل كده. يا حبيبي وحشتني، ايه المشكله؟ وبعدين مالك عصبي كده ليه؟ الادويه تعبانه؟ ايه انا لا عصبي ولا ادويه تعباني ولا في اي حاجه خالص. طب خلاص يعني ما تسوقش. اتعشيت؟ اتغديت عند عمتي. طيب اتغديت عند عمتك وانا لسه ما اتعشيتش. جعان، ما تيجي نتعشى سوا؟ انت ايه ما وراكيش جثث النهارده ولا ايه؟ لا ورايا انت بس. يلا يلا قوم. انتوا لقيتوا الراس اللي كنتوا بتدوروا عليها؟ معتز خلاص شكله كده هيبتدي شغل مع ابوه. ولي العهد جاي يتدرب فينا. الشركه كلها مالهاش سيره غير الحكايه دي. السما ده وقته، وبعدين ما حدش فيكم فكر في فاطمه. انا اعمل لها ايه يعني؟ الولد يرفض يشتغل مع ابوه عشان خاطرها؟ هو في حد يلاقي شغل في الزمن ده؟ ما حبكش الشغل دلوقتي، والواد لسه طالع من المستشفى وداخل في سين وجيم.